دلوقتي بعد ما ظبطنا الرول وطلعنا الكيس تمام، المرحله دي بقى نظبط المنتج. ازاي نطلع المنتج مظبوط من غير ما الفك يقطع او يخبط اي حبايه او كده. بعد ما حطينا الثلاث حبايات دول هبتدي اشغل لطش كده بايدي مانيوال. افضل ورا الحبايات واحده واحده كده، هشوف همشي معاها واحده واحده. بص على الفك كده، الفك المفروض ان هو هيقفل فين؟ هيقفل على الحبايه، وانا مش عايزه يقفل على الحبايه. ارجعها بايدي كده ورا شويه. طيب هبتدي احط ثلاثة تانيين. هاجي هنا بقى على القط على البشر بوزيشن زي ما شرحناه في الفيديو بتاع الشاشة، هخليه مثلا 90، بحيث ان انا هأخر القطع شوية. هنحط ثلاثة تانيين وهجرب برضو لطش كده بايدي، وافضل مع المكنة واحدة واحدة. طبعا اللي حصل معايا ده بسبب ان في حباية كبيرة وحباية صغيرة. لو المنتج منتظم معايا مش هيعمل معايا المشكلة دي. طيب ادي الثلاث حبايات همشي وراهم لطش. يبقى احنا عايزين نقدم كمان ملي. بص هاجي هنا في الشاشة واخليها 95، ارجعهم عشان الفك ما يقفلش عليهم، واحط 3 تانيين. بس هو في العموم يعني لو بصينا على شكل المنتج في الاخر هنلاقي الكلام مظبوط. احنا بس الفكرة ان احنا عايزين نظبط مكان القطع هنا وهنا. حطينا 3 كمان وهنجرب تاني لطش ونشوف هيحصل ايه معانا. 3 حوالين ماشيين هما كده، القطع بقى مظبوط تمام معانا. كده القطع بقى كويس مظبوط معايا. هبتدي احط 3 و3 كمان. كده برضو لو حسينا مثلا ان الكيس طويل شوية وعايز اقصره، فهو هنا معايا اللينس 160، هخليه مثلا 155 ونجرب كده كيس. يلا نجرب 2 ورا بعض كده، يلا بينا. طيب انا مشكلة حصلت معايا عادي، مفيش اي حاجة خالص. هظبط كده، المشكلة في الرص. طلع الكيس، طلع الكيس وابتدي اظبطه تاني هنا عشان نظبط على المسدس. شيل بقى المنتج ده دلوقتي لحد ما الكيس اتظبط. تاني بسرعة. تاني احنا كده يعتبر بنعيد تاني مسألة تفكيك الرول، لان دي مسألة مهمة وفي نفس الوقت هي عايزة تمرس، بس مش بتيجي من اول مرة. يعني عايزة اللي هيشتغل على المكنة هيحاول مرة واتنين لحد ما الدنيا تظبط معاه. نفتح الشدادات، فتحنا دول. بعد ما نعدي الكيس
خليك بقى نفس البوزيشن اللي كنت فيه كده. تمام، نرجع نجرب 3 حبايات. حط 3 ورا 3. تعال نجرب على كده. معانا الموضوع مفيش اي مشكلة. كده احنا قصينا اهوت، وهنجرب التجربة الأخيرة بتاعت الشغل بقى. هندوس ستارت. طبعا هو مش راضي يشتغل لأن قافل الإمرجنسي. اتأكد إن ده مفتوح كده.